هناك علامات للإنسان الخبيث وموجودة بالرجال والنساء، وهي 7 علامات. والإنسان الخبيث أنا أعتبره مرض سرطان ومصدر خطير على المجتمع. وهناك 7 علامات، منها أول علامة هي كثرة الغيبة والتلذذ بأكل لحوم البشر. ثانيا، نمام يفرق بين الجماعات والإخوان سواء كان من العائلة أو من الأصدقاء، لا يرتاح له بال حتى يزرع الفتنة والعداوة والكره بينهم. ثالثا، حسود غير طبيعي، حسود يختلف عن الحسود العادي، يتظاهر في معاملته وأخلاقه وكلامه معك وبملامح وجهه السيئة من خبثه. 4، مسيء الظن بين ظنونه على كيفه وعلى مزاجه، يعني باختصار موسوس، يحب التفرقة بين الجماعات والعوائل والجماعات. 5، متسلط ويحب السيطرة لضعاف الشخصية، واللي يجاملونه علشان ما يكشفونه على حقيقته السيئة لأنه خبيث. 6، ينتقد تصرفات خصومه، والقصد بخصومه الناس اللي ما يجاملونه، اللي يدقونها بوجهه وشاذة وكاشفين حقيقته والخبث اللي داخله، فدائما يحب ينتقدهم ويذمهم عند اللي يجاملونه علشان يخرب سمعتهم ويزين سمعته أنه طيب وهو واطي. 7، يظهر ما لا يخفيه، يعني لا جلس معك يبين لك إنه إنسان طيب وإنه إنسان خلوق وإنه إنسان مظلوم وإنه إنسان يحبك وإنه إنسان ويبادل الشكاوي بينك وبينه وإنه ما يلومك وإنه حزنان عليك وهو ملعون مقطع 4. سرطان، سوسه بضرس، سرطان بجسد، وجوده خطر على المجتمع. إذا جاك اللي مطبق الشخصيات الفقرات اللي أنا قلتن هذولي، اسلم منه لو أنه أقرب القريبين.